شوف وكلي. ماني باكل اهو ياما. ما تحفش من اخواتك يا سلامي، غمس بالعيش غمس. وانا بحف برضه ياما. بتحف. يظهر صدق عاطفة الشاعر حبا للطبيعة ورغبة في التمتع بجمالها، يدل على ذلك قولي بالراحة يا سعيد، وطي صوتك لابوك يصحى. مش بذاكر يما. بذاكر في سرك. مذاكرة الحاجات دي ما تنفعش غير كده. طيب بس بالراحة برضه. خدي سمعيلي ياما. هات. قول. تعالى يا صديقي وأنت يا صديقة، نمشي على الطريق معا إلى الحديقة. ما أجمل الحديقة، الطير والأشجار والنسمة الرقيقة والورد والأزهار والماء في الحديقة. ولا بتضحك على ايه؟ الحديقة. على الواد سلامة، قال انت اللي بتسمعي له. الله، وفيها إيه يا ابني؟ ايوه فيها ايه يا اخويا؟ هو انت بتعرفي تقري وتكتبي عشان تسمعي له؟ فالح قوي يا اخويا، اديني فاتحه الكتاب وهو بيقول ان غلط هيتلجلج وهعرف. فيها ايه دي؟ لا ياما ما فيهاش. الله، انتوا بتتمقلسوا عليا يا عيال ولا بتتمقلسوا؟ لا ياما ما بنتمقلسش. ابوكوا صحي، خليكوا في مذاكرتكم انتوا. صح النوم يا سي عبد الرازق افندي. الشاي. حاضر يا اخويا. العيال بيذاكروا؟ ايوه يا اخويا، ومعلمين على الحاجات اللي عايزينك تفسرها لهم. ربنا يقويك علينا يا رب. هروح اعمل لك الشاي واحط لك عليه شويه لبن عشان يكسر سمه. سم ايه بس؟ انا عايز شاي ساده. حاضر يا اخويا حاضر. المادة 137 لسنة 44 من قانون العقوبات تنص على 1 أن يكون زي ما تقومي تنامي بدل ما انت نايمة على روحك كده. هسيبك تذاكر لوحدك وانا ماني؟ الله، يعني هتعملي لي ايه؟ برضو يا اخويا نفس معاك. اصلاني هطول الليلة دي عشان عايز اخلص الكتاب ده بسرعة واديه لصاحبه. طب ما جبتش كتاب زيه ليه يا اخويا؟ ده ب 12 جنيه وكفاية على الكتب كده، دفعنا فيها كتير. طب ما قلتليش ليه؟ ايه؟ وانت معاك 12 جنيه زيادة؟ معايا يا اخويا معايا. اصل انا بقى بدبق شيلم من هنا على باريزة من هنا لما يبقى معايا حاجات كده. اهو كله من خيرك. يعني تقدري تبقي تديهم لي الصبحية؟ يديك طول العمر يا عبد الرازق يا ابن ستيتي. عبد الرازق افندي، ايوه. كنت عايزه اقول لك يعني كل المدرسين الابتدائي بيدوا دروس، والدروس النهارده تساوي الشيء الفلاني، وانت ما شاء الله مدرس حلو وبتدي لعيالك حلو قوي. ما كنت يا اخويا تجيب لك عيلين من المدرسه كده، وهو قرش على قرش يعني. اولا انا ما بحبش المدرس ولا شغلة المدرس، ولا عايز ابقى مدرس ابتدائي ولا عمري اعترفت بيه. انا بعتبرها كده مجرد مرحلة، عشان كده دخلت الحقوق. بمجرد ما اتخرج ان شاء الله مش هشتغل الشغلانة دي. ثانيا هجيب وقت منين يا زاهية؟ ما انت شايفة مدرس وبذاكر للعيال وبذاكر لنفسي وليسانس صعب، يبقى اعمل ايه ولا ايه؟ يقطعني صحيح يا اخويا، هتقطع نفسك. على كل حال ولا يهمك، فات الكتير ما بقى الا القليل. النبي يا اخويا مستوره والحمد لله، ده احنا حلوين قوي كده. انا بس يعني كنت بقول على تلاجة ولا حاجة، لكن هنعمل بيها ايه؟ الوقت قدامنا طويل، وتجيبها في عمرك المديد ان شاء الله. بس بعد بقى ما تستوظف في وظيفة كبيرة بالشهادة الكبيرة ان شاء الله. انا مش هستوظف، انا عايز ابقى محامي يا زاهي. محامي يا اخويا، باب السما يكون مفتوح يا رب وينولك اللي في بالك يا عبد الرازق يا دستوي يا ابن ستيتي. الله، ايه اللي ابن ستيتة؟ بلاش تجيبي سيرة امي. هدعيلك من غير ما اقول اسم امك. طب فيها ايه يعني؟ يا اخويا انا عايزه الدعوه تتثبت، مش بيأيدوا الواحد باسم امه. هيعرفوك ازاي من غير ما اقول اسم امك؟ هم مين دول اللي يعرفوني؟ الملايكه، ملك الشمال وملك اليمين. اما تحب تدعي لي ادعي لي انا من غير ما تجيبي سيرة امي. ملك يا اخويا، تعبت. ما دام هتجيبي تمن الكتاب القانوني الجنائي او ما انام انا بقى. قوم يا اخويا، قوم افرد جتتك يسترها معاك وينجيك يا عبد الرازق يا ابن ايه؟ ينفع اقول يا ابو عيالي؟ ينفع عشان بس يعلموك بحاجه. سلام عليكم يا سماغوري. وعليكم السلام، ازيك يا زاهية؟ يسلم زيك. كنت بقول لك ايه؟ خير، في ايه؟ عايزه اعمل جمعيه من 10 11 كده من جيراننا، وكنت بقول تعملها لي انت عشان انا في ضيقي.
بس حياة النبي اخدها انا الاول. ايوه بس ايه، انا مضمونه واحنا ناس محترمين وفي حالنا. ده انا قلت للست بهاني وبهانة قالت لي ما حدش يقدر يعمل جمعية زي دي غير مغاوري. قلت ايه؟ عايزه الجمعيه بكام يا زاهيه؟ 50 جنيه. نخليهم 40 كفايه. يكفوا الكتاب ومصاريف العلام يكفوا، ما يكفوش ليه؟ طيب بس اهم حاجه الدفع يوم 1 من كل شهر. طبعا يا اخويا طبعا، ربنا يسترها معاك ويخليك يا رب. انتي واني وبهانه يبقى فاضل 7. هقوم الف عليهم وربنا يسهل. اهو البركه فيك يا سمغاوري، بس خد بالك اول شهر بكره. السلام عليكم. اهلا يابا. اهلا بيك يا زاهيه يا بنتي. اهلا يا سريا يا اختي. ازيك يا زاهي؟ الحمد لله بخير. خدتي يابا، خدتي على مهلك، على مهلك. تعال اقعد هنا. ايوه بالراحه. كنا معديين قلنا نفوت عليكي. فيكوا الخير. وانت يا بنتي ما تفكريش تيجي تطلي على ابوك العاجز. الدنيا تلاهي يابا، من ساعة الصباحية لحد ما الليل يتمسي وانا واقفة على كعوب رجلي. الله يكون في عونك يا بنتي. لكن قلبي معاك يابا، النبي ليل ونهار انت واختي. ازيك يا سراي؟ بخير. اما اقوم اجيب لكم حتتين بطاطا تاكلوهم ولا تتغدوا؟ اقول لكمش اعمل لكم كوبايتين شاي، اصل الوقت لا محصل فطار ولا غدي. ولا عايزين تتغدوا؟ لا يا بنتي احنا واكلين. ما الخير كتير يابا. بقول لك ايه يا بنتي، كنت عايز عبد الرازق يا افندي يبقى يجي معايا لحد الضمان الاجتماعي عشان هيشيل المعاش بتاع الضمان الاجتماعي بتاعي، وبيقولوا فيه ورق لازم يكمل. يفوت معانا كده بس يستقر لنا الكلام ده ويشوف ايه اللي ناقص ونريحه. حاضر يابا يروح. ما يروحش ليه؟ انت عارفه يا بنتي الارشاد اللي بناخدهم الضمان الاجتماعي هم اللي نافعيني، لو من غيرهم كنا لصنا. الله يكون في عون الجميع يابا. مين؟ سي عبد الرازق؟ فيه ايه يا اخويا مالك؟ لا ما فيش حاجة. اصلك جاي بدري يعني غير العادة. خدت اذن من المدرسة وقلت اجي اريح شوية. يا مرحب يا مرحب يا سي عبد الرازق يا افندي. اهلا وسهلا يا عم حسنين. اهلا بك. ازيك يا سراي؟ تسلم يا جوز اختي. ما تجيب لهم حاجة يا زاهي. واكلين، مسكت فيهم بالجامد قوي مش راضيين. الله، انت مش عندك بطاطا من امبارح؟ كلوها العيال يا اخويا. كان ابويا عايزك تفوت معاها على الضمان الاجتماعي يا سي عبد الرازق. قلت له الله يكون في عونك، ده انت من المدرسه للقطر لمصر للكليه لمذاكرتك لمذاكره العيال. حاضر هبقى اروح معاه. يحضر لك الخير. خش استريح انت يا اخويا، اوضتك نظيفه كنسها ورشها ومقفله شبابيكها. طب نستأذن احنا. ما انتوا قاعدين. نسيبكم عافيه بقى. يا زاهي يا زاهي. ايه في ايه؟ في ايه يا اخويا؟ الحقيني يا زاهي، عندي مغص هيموتني. بعد الشر عليك، بعد الشر عليك يا ابو عيالي. جرالك ايه يا ابو عيالي؟ بقول لك عندي مغص الحقيني. لا حول الله. من ايه؟ ما انت واكل زينا زيك ونايم كويس. لازم شوية برد، ما تتخضش. اعمل لك شوية شيء يغسلوا لك مصارينك. شايف بس يا زاهي، الحكاية بيننا أكبر من كده. اجيب لك حكيم؟ هتجيبي منين دلوقتي؟ احنا الساعة 2 بعد نص الليل. طب اعمل ايه؟ نروح المستشفى. بس هنروح ازاي؟ مش هتقدر تمشي يا كبدي. سلامتك يا عبد الرازق افندي، سلامتك من قولة يا اخويا. ان شاء الله عدوينك، ان شاء الله اللي يشوفوك وما يصلوش على النبي. اقول لك شيء، انا جايه حالا. خد نص الليمونه دي لحد ما اجي. الليمون يقتل المرض. فين يا زاهي؟ جايه حالا يعني انزهي. يعني شي يا حرون انتي. شي قربنا على المستشفى يا اخويا. انت مش تعبانه كده؟ بقى انا راكب الحماره وانت ماشيه؟ ده كلام تقوله يا عبد الرازق افندي؟ دي لو ما شالتكش الحماره اشيلك انا على كتافي. شاطره يا زاهي، شاطره انك فكرت في فكره الحماره دي. يجازيهم بكل خير جيراننا، النبي ناس امراء. بس بقى لو صحيوا وما لقوش الحماره هيقولوا ايه؟ على ما يصحوا هيلاقوا حمارتهم. مين بقى اللي هيقول لهم؟ النبي ناس امراء. يعني هانت يا اخويا هانت. انا عارفه اللي فيك ده ما جاش فياني ليه. بسيطه باذن الله. هس
يلي هنا يلي هنا. مين؟ مساء الخير يا اخويا.